وزي ما اتعودنا مع بعض ان يوم الجمعة بقدم معاكم منيو اكلات الاسبوع، يعني 7 وصفات مختلفين عن الاسبوع اللي قبليهم. بحاول كده اقدم لكم افكار متنوعة للفطار وللغدا وللعشاء. باذن الله هتاخدي افكار من الفيديو ده وهتطبقي كل حاجة بكل سهولة. واول حاجة معايا في منيو اكلات الاسبوع هي الشاورما السوري. كلنا كبار وصغيرين بنعشق الشاورما، وخاصة لو الشاورما معمولة بنفس ريحة وطعم المطاعم. النهاردة كده هقولك على التكات اللي تحتاجيها علشان تعملي أحلى شاورما. ممكن طبعا تاكلي الشاورما جنب بطاطس متحمرة، أو تعملي زي كده قطعت كده طبق طماطم وخيار وفلفل. يلا بينا كده هقولك على التتبيلة، علشان أهم حاجة في الوصفة دي التتبيلة. هاتي كده صدور فراخ، أو لو عندك بانيه قطعيه رفيع جدا، وبعدين ضيفي عليه ملح وفلفل وحبهان مطحون ورشه كده من الجنزبيل لو عندك. لو مش عندك طبعا مش مهم. وبعدين هتبداي تضيفي بصل وتوم بودره، وبعدين هنضيف معلقه صلصه كده ونسيبهم ساعتين على الاقل. واخر حاجه ما ينفعش ننساها في التتبيله كده كوبايه زبادي. وبعدين كده نجري على الطاسه ونشوحهم كويس، وبعدين نضيف الفلفل الالوان والبصل، وبعدين نجيب جريل كده بعد ما نحشيهم ونحمرهم كده علشان يقرمشوا معانا. تاني حاجه في منيو اكلات الاسبوع معايا الدنش. قلت كده كفايانا بقى من الفطار، من الفول والطعمية والبطاطس، كنت حابة اغير. قلت كده هعمل شوية دنش كده يا سيدي، ولا اجدعها فران. قالوا كده بينا نتخيل ان انا عملت 50 قطعة من كيلو دقيق. يعني عايزة اقولك الكمية دي، وكمان كان في كمية تاني في الفرن من كيلو دقيق. العجينة كانت معايا هشة وطرية زي ما انتم شايفين كده، عمالة اضغط على الدنشة معايا بترد تاني لانها طرية من جوه ومورقة، وطعمها كان تحفة، نفس طعم الافران بالظبط. هقولك كده باختصارا للوصفة، علشان زي ما انتم عارفين ان كل وصفة اللينك بتاعها موجود في صندوق الوصف. ادخلي على اللينك وهتلاقي الوصفة كده بالتفاصيل. انا كده هقولك على المقادير بسرعة. من كيلو دقيق، يعني كيلو دقيق هضيف عليه كوباية كده من اللبن، وكوباية كده من المية، ونص كوباية من السكر، وكيس من الخميرة الفورية. وهبدأ اقلب كويس جدا، وبعدين اضيف الدقيق واعجن كويس، واسيب العجينة لحد ما تختمر. وبعد ما تختمر ابدأ اقطعها كور، وبعدين افرد الكور، وكل بين كل كورة وكورة هبدأ اضيف زبدة، وبعدين ادخل التلاجة. وبعدين اجيب كل الكور اللي عندي وافردهم كويس جدا. وبعد ما افردهم ابدا احشي اي حاجه انت تحبوها. انا حشيت جوز هند وزبيب ومربى. ممكن تضيفي اي حاجه، ممكن تضيفي جبنه، ممكن اي حاجه عندك تضيفيها وهتطلع معاكي بنفس النتيجه. بدات كده الف رول، وبعدين قطعت وسبتهم لحد ما اختمروا. وقبل ما ادخل الفرن جبت بضايه ونص كوبايه كده من اللبن، وضفت عليهم رشة من الفانيليا. وبدأت كده أبدأ كده أدهن كل الدنش اللي عندي. طبعا بدخل الفرن على درجة حرارة عالية علشان الدنش يبدأ يتخمر معايا، أو بمعنى صح يبدأ يرتفع وما ياخدش معايا وقت في الفرن وينشف. وكده أبقى خلصت الوصفة على السريع. مش ما تنسوش إن كل وصفة اللينك بتاعها موجود في صندوق الوصف. واليوم اللي بعديه قلت كده كان عندي لحمة مسلوقة، قلت كده عايزة أغير عن اللحمة المسلوقة. اللحمة دي كنت سلقاها قبلها بيوم وكنت محتارة اعمل فيها ايه. جبت كده اللحمة وبعدين شوحتها على النار. جبت كيلو بصل، كيلو كامل. وبعدين بدأت كده اشوح اللحمة مع البصل. وبعد كده ما شوحتها كويس جدا ضفت ملح وفلفل وحبهان والتوابل اللي انا عايزاها، وبدأت ازود بالمية لحد ما البصل اتكرمل معايا، ودخلت الطاجن الفرن وبقى بالشكل ده. وطبعا عملت طبق كده من الخيار والفلفل والطماطم. اليوم اللي بعديه قلت كده انا محتارة والميزانية بدأت تخرب مني، قلت كده هعمل بانيه. طبعا في ناس كتير بتقع في نفس المشكلة اللي الناس كلها بتقع فيها، وان طبقة البانيه ما بتبقاش مقرمشة. ممكن تفك مننا في الزيت. هقولك كده على تكات بسيطة هتخلي البانيه بتاعك استحالة يفك. اول حاجة تتبيلة البانيه اللي انا عمري ما اغيرها. عندي كده معلقة من الصلصة، نص معلقة من البابريكا، ملح وفلفل وحبهان مطحون. انا دايما بحب الحبهان المطحون، بيدي ريحة تحفة في التتبيلات. وبدأت كده اضيف توابل فراخ وملح، ربع كوباية كده من اللبن، ونص معلقة من الثوم والبصل البودرة. وهبدأ اقلب كويس جدا جدا، واسيبهم على الاقل حوالي ساعتين علشان يتبلوا معايا كويس جدا. الكفر اللي انا
اللي هتبل بيه البانيه، او بمعنى صح الكفر كده اللي هغلف بيه البانيه. انا بحب دايما يبقى بقسماط مطحونه. بجيب البقسماط دي من عند العطار، ودايما بتبقى متبخره، يعني فيها كل حاجه، ما بضيفش لا ملح ولا اي حاجه خالص على البقسماط. وانا كنت في الاول مقتنعه ان انا لازم اجيب البانيه واغمسه الاول في الدقيق وبعدين بالبيض وبعدين بالبقسماط، بس جربت الطريقه دي وكانت معايا تحفه. اول حاجه جبت كده ربع كوبايه من اللبن، وضفت عليها بيضه ورشه من الفلفل الاسمر، وبدات كده اجيب شرايح البانيه واغمسها في البيض اللي انا عملته، وبعدين اغلفها كويس جدا 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 في البقسماط. وعلشان البانيه ما يفكش معاكي لازم تحطيه على الاقل 10 دقايق في التلاجة، وبمعنى صح في الفريزر، علشان يتشد معاكي ويبدا الكفر يتماسك معايا في التتبيله، وبالتالي كده مش هيفك معانا خالص. ولو حتى ولو عايزه تستخدمي على طول، يبقى كده ابداي اضغطي كويس جدا جدا على البقسماط وانتي بتغلفي البانيه، علشان تاخد معاكي كفر وتبقى ماسكه فيها كويس جدا جدا، علشان لما تنزليها في الزيت ما تبقاش معاكي مفروله او الكفر يبدا يخلع من عليها. تاني حاجه لازم تنزلي البانيه على زيت سخن وما تقلبيهوش تماما غير لما يبدا يتحمر، واول ما يبدا تتحمر اقلبي على الوش التاني وما تسيبيهوش يتحمر قوي، علشان البانيه بعد ما بيخرج من الزيت بيبدأ يغمق. قلت كده هعمل حلو، قررت كده اعمل جاتوه حلو وسهل واقتصادي، وقلت كده بدل ما اكلف نفسي وانزل اشتري قطعة الجاتوه ب10 جنيه، انا هعمله في البيت. اول حاجة انا عملت عادي صاج من الكيك السبونج، بس قلت ان انا طبعا احنا زي ما انتوا عارفين ان احنا فردين فمش هستخدم كل ده، فقسمت كده الصاج بالنص، نص حطيته في الفريزر ونص بدأت استخدمه. هقولك كده على السريع ايه بقى بنعمل ازاي. دقيق السبونج، نص كيلو دقيق السبونج عليه نص كوباية من المية و5 بيضات. ابدأي اضربي كويس جدا جدا لحد ما يديكي فوم. ابدأي كده رصي في الصاج ودخلي الفرن على درجة حرارة عالية، هياخد معايا 10 دقايق، سيبيه يرتاح. ابدأي كده شكلي زي ما انت عايزة. وطبعا التزيين ده يرجع لك، بس اسهل تزيين ممكن تشوفيه في الدنيا التزيين اللي انا عاملاه، سهل وبسيط ومش محتاج اي افتكاسات، يعني لو اي واحده مبتدئه هتعمل الجاتو ده بكل سهوله. وطبعا ما تنسيش تدخلي على صندوق الوصف وهتلاقي اللينك موجود، وادخلي عليه واسمعي الوصفه كويس جدا وطبقيها زي ما بقول، وهتعملي احلى جاتو وهتبقي احلى حلواني ممكن بيعمل الجاتوهات. طبعا الكسر اللي بيطلع كده من الجاتو ده ما بيترماش، بحطه في كبات وببدأ ازينه، بيبقى عندي كبات وبيبقى طعمها حلو وبنفس طعم الجاتو بالظبط. طبعا المحلات اللي بتعمل جاتوهات ما بترميش الكسر ده خالص، بتستخدمه، وكل حاجة غالية في الزمن ده. وبحاول معاكم كده اقدم معاكم افكار للفطار والغدا والعشاء وكمان الحلو. عايزة اقول لكم الغرض من الفيديو هو الافكار لا اكتر ولا اقل. بحاول كده اقدم ساعات، يعني كلنا كده بنحتار هنعمل ايه بكرة، ايه الوصفة اللي عايزينها كده، بحاول كده اديكي افكار مش اكتر. واهم حاجة ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. طبعا هنا كان يوم الخميس، كنت محتاره اعمل ايه، ببص في الفريزر لقيت عندي ربع كيلو من الكبده. قلت يا بنتي تعالي كده اعمليه، ده احنا في اخر الاسبوع كده ولازم نمشي ايدينا على قد اللي موجود. طريقتي في الكبده ما بتتغيرش. اول حاجه عندي طاسه على النار، بسيب الطاسه تسخن كويس جدا، بنزل كده بمعلقه سمنه واسيب الكبده كده لحد ما تبدا تاخد لون من تحت علشان ما تنزلش الميه بتاعتها. انا عايزه الكبده تاخد لون من غير ما تنزل الميه. واول كده ما لونها بيتغير بنزل كده برشه من الملح والفلفل والكمون وفصين توم وعصره الليمونه، بس بفضل ان عصره الليمونه تبقى في الاخر. وبعدين كده اول ما يبداوا يتشوحوا معايا بضيف البصله والفلفل، وفي الاخر كده اول ما الفلفل يبدا يستوي ما بسيبش الفلفل يدبل قوي، لا انا عايزه الفلفل يبقى فيه عضه كده وقرمشه. ببدا كده اقفل واضيف عصره الليمونه، كده يبقى احلى اكله ممكن ناكلها في حياتنا. اخر يوم كده في الاسبوع حبيت كده افرح كل اللي موجود في البيت، وقلت كده هعمل اكل مطاعم، هعمل فراخ مشويه او زي ما تقولوا كده اكل كده فاخر من الاخر، فرخه مشويه مع جنب كده رز مبهر، سهل وبسيط وكلنا كده بقينا شطار وبنعرف نعمل الرز البسمتي. للاسف رز البسمتي بقى ب60 جنيه. انا طبعا مستخدمه كوبايه رز بسمتي كده
طبعًا عملت معاكم رز البسمتي كتير، لو دخلتِ على الصفحة هتلاقي كتير طرق ليه عاملاه بطرق مختلفة تمامًا، وشوية الفرخة ممكن أقول لكم تتبيلة الفراخ بسرعة. أول حاجة جبت بصلاية وقرن فلفل وضربتهم كويس جدًا، جدًا في الخلاط لحد ما نعموا معايا، وبعدين ضِفت البهارات اللي عايزاها